فوقي نفسك، حافظي على كرامتك بدل الإرادة 24، لأن اللي المفروض يبين لك أحسن ما فيه في الفترة اللي انتوا فيها دي، اللي هي أحلى فترة في حياتكم، فترة الحب والخطوبة، إذا كان هو دلوقتي بينكد عليكي وبيتعامل معاكي بالأسلوب ده، أمال بعد الجواز هيعمل فيكي إيه؟ اللي بيغلط فيكي دلوقتي تحت مسمى الحب مش هيطبطب عليكي بعد الجواز، بالعكس. بعد الجواز الحب اللي بيبقى في فترة الخطوبة والارتباط بيطير وبينتهي. اللي بيبقى موجود بعد الجواز بتبقى مودة ورحمة وحسن طباع. فلو هو من الأول طباعه مش كويسة وانتي مش قادرة تتأقلمي معاها، ما تفضليش تقنعي نفسك ان هو هيتغير بعد الجواز. لا، اما كنتيش قادرة تتأقلمي مع طباعه دي في فترة الخطوبة، اهربي اهربي اهربي، انفدي بجلدك قبل ما تلبسي في الحيطة وتلاقي نفسك اتدبستي واتجوزتي وبقى معاكي قرطة عيال. هتروحي بيهم فين؟ مش هترجعي بيهم لابوكي وامك، فهتضطري تكملي بقية حياتك على هذا الوضع.